بصوا بقى، ركزوا لي كده كويس قوي في الفيديو اللي قدامكم ده، عشان ده بجد حاجة غريبة جدا. ده اتنين لسه متجوزين بعد قصة حب رهيبة كسرت الدنيا حرفيا، والناس كلها كانت بتشهد لها ان هي تبقى يعني روميو وجولييت، تبقى كده قصة ولا في الافلام. المهم ان الاتنين دول بعد ما اتجوزوا لقوا ان في مشاكل كبيرة جدا عكس الطبيعي وعكس العلاقة بتاعتهم. يعني طبيعي لو انت مثلا بتبقى مخطوب بيبقى في اختلاف وجهات نظر، تمام، لكن دول لقوا ان العلاقة بتاعتهم بتتدمر بشكل مش طبيعي، بشكل مفاجئ. لا احنا شبه بعض، لا احنا بنعمل زي بعض. فجأة لقوا ان هم بيتلككوا لبعض، فجأة لقوا مشاكل كبيرة جدا، خلاص هيوصلوا للانفصال. فراحوا مقررين ان هم يجيبوا شيخ يشوف بقى البيت ده فيه ايه. طيب هل المشكلة من البيت، ولا هل المشكلة من الزوج والزوجة، ولا هل المشكلة منين بالظبط؟ فلما جابوا قارئ او مقرئ عشان يشوف، اكتشف الصدمة الكبرى ان حد عمل لهم سحر في البيت وعمل في البيت بالدبابيس. وفجأة بقى بدأوا يدوروا في كل حاجة ممكن الدبابيس تتحط فيها، والصدمة الأكبر إن هما بدأوا إن هما يلاقوا الدبابيس فيها أعمال وسحر بالدبابيس. واحنا اتكلمنا قبل كده حلقة كاملة عن السحر، وان هو 5 انواع، في منه الترابي، في منه الناري، وفي منه بتاع البحر اللي هو المائي، وفي منه بالرش اللي هو ممكن حد يرش لك بس كده، وبياخدوا طبعا حاجة من قطرك اللي هي الشعر او الحاجة. وسيدنا محمد صلى الله عليه افضل الصلاة والسلام اتسحر له لما واحد اخد منه شعرايه وعمل له فعلا السحر. وساعتها سيدنا جبريل عليه السلام نزل على رجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند ركبته هو وملكين تانيين، وراح مبلغ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس عشان يفك السحر ده من عليه. لان ساعتها كان سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام كان بينام كتير جدا وكان تعبان جدا، وده برضو انا عامله لكم في حلقه قبل كده. فاللي انا عايزه اقوله ان السحر موجود، وفي ناس مؤذيه كتير وبتاذيك من غير هدف ومن غير سبب، وهي عايزه تاذيك وخلاص. هي مش عايزاك تشوفك فرحان، ان هي تشوفك فرحان ده اذى. يعني في ناس بتركز مع نفسها وبتنجح بقى وبتشوف نفسها وحياتها، دي ناس ناجحه. وفي ناس هدفها الاول وفي الاخير ان انت فرحان ليه. انا اشوفك فرحان ليه، مش انا ادور بقى على الاسباب مثلا اللي تخليني انا عشان انت فرحانه، لا، انا بدور على الاسباب اللي تخليك انت زعلان. انا بدور ازاي اخد النعم اللي في ايدك. لو واحده مثلا كانت مخطوبه لواحد مثلا وما حصلش نصيب، وراح متجوز واحده تانية، تلاقيها عملت له عمل، بنت خالته بقى، بنت عمته، بنت اي حد من قرايبه، لان مفيش حد هيعمل عمل ويحطه لي في البيت غير لما يكون حد انا يعني عمري ما اشك فيه، حد من قرايبي، حد دخل بيتي. فأمنوا كويس جدا 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 جدا، لان في ناس والله العظيم ما بتحبش تشوف حد فرحان، والاذى بيجي من الحاجات دي. يعني انا مش عارفه هما بيكسبوا ايه. وبعدين حتى لو هو انفصل هو وزوجته، هل هو هيرجع لك؟ طب انت هتبقي فرحانه ان هو رجع لك وهو رجع بعمله بسحر؟ ما هو اكيد هيتقلب السحر، يعني السحر على الساحر اكيد. ولو السحر حل، كان السحر ده استخدمناه في حاجات كتيره جدا. عارفين السحر مش بنستخدمه في الخير ليه؟ عشان هو اصلا معمول للشر، عشان هو المارد اللي بيطلع بنستخدمه في الخراب وفي الدمار وفي الحاجات دي. لو قعد يوم من غير ما يعمل مشكله او من غير ما يأذي، بيجيب اللي هو طلعه او سخره ويقول له انت ما قلتليش اذي النهارده فانا هاذيك انت. فطبعا هو مش عايز يتاذي، فطول الوقت بيدور بقى ان هو يأذي الناس ازاي، بسبب ومن غير سبب. طب انا عملت لك ايه؟ انا اذيتني في ايه؟ مفيش. بس انا ما كنتش حابه اشوفك فرحان. حجاب ورش وبيكتبوا حاجات، وساعات بيرموها في بق ناس ميته، وساعات بيحطوها في المقابر، وساعات بيحطوها على نخله عشان محدش يعرف يجيبها. ويا جماعه السحر ده مثلا لو هو محطوط على شجره وفي الجذع نخله مثلا، لو الجذع ده يعني اتهز وبدا ان هو يتحرك، بيجيب لصاحب اللي مسحور له صداع، وممكن يجري في الشارع زي المجنون وهو مش عارف هو فيه ايه. فاتقوا الله في بعض. والناس دي كده كده مش بتتقي الله يعني، والناس اللي هي بتعمل الحاجات دي هي اكيد مش بتتقي الله، لان هي ما عندهاش ذره ايمان. لان هي لو عارفه ان هي ده نصيبي وده قدري، هي مش هتلجأ للحاجه دي. فانتوا خلوا بالكم من بيوتكم، ما تدوش ثقه عمياء لاي حد يدخل بيوتكم. امنوا ولا تخونوا. بيتي مملكتي، ما حدش يخشه غريب. ده اللي تعملوه. لازم تكونوا محرصين جدا جدا جدا، لان بيتك. فأمنوا كويس جدا. اقرأوا الرقية الشرعية، اقروا الموعظتين. الفيديو ده بقى التاني مش في مصر، ده في دولة عربية، يعني عشان بس الناس اللي بتحب تقول اي حاجة في مصر، لا، احنا بنتكلم عموما، دي حاجة تفيدنا كلها. الفيديوهات دي هدفها توعية، مش هدفها اي حاجة تانية غير كده. فربنا يحفظكم يا رب.